صباح الخير. انا من الناس اللي مقدرش احفظ وصفة، لازم اطلعها مكتوبة من حاجة واقراها. عشان كده كتاب الطبخ مهم جدا بالنسبة لي. احسن طريقة عشان الاقي الوصفة اللي انا عايزاها اني احط كل كتب الطبخ والوصفات بتاعتي كلها مع بعض في مكان واحد، وغالبا المكان ده ما بيكون المطبخ. عشان كده كتيب الطبخ بتاعي او المكان اللي انا شايلة فيه حاجة الطبخ لازم يبقى زوم ووصفات خاصة. حبيت اشارك معاكم النهاردة ازاي نعمل كتيب الطبخ الخاص بكل واحدة فينا. مش كلنا بنحب نفس الحاجات، عشان كده كل واحدة لازم يبقى ليها كتاب الطبخ الخاص بيها وبذوقها، الحاجات اللي هي بتطبخها، وكمان عشان يبقى فيه الحاجات اللي هي محتاجاها، مش بس مجرد ورق كتير متشال على الفاضي. اول حاجة هتحتاجي تشتري نوت بوك، ده لازم يبقى سلك اسهل في التعامل. مقاس صغير، يعني مش لازم يبقى كبير قوي، ممكن مقاس A5 اللي هو نص ورقة البرينتر العادية، ويكون متقسم من الداخل اكتر حاجة تلاقيها في السوق. انا لقيت 6 فواصل كويس قوي، وتكون الجلدة بتاعته بلاستيك عشان هيستحمل المطبخ، لو جعلي مية او مسكتيه بايدك مطرح حاجة لازم يستحمل. ده الشكل اللي انا لقيته من بره، السلك والكفر بتاعه اللي احنا شايفينه ده بلاستيك ومتقسم 6 فواصل من جوه. تاني حاجة نبتدي نقسم الاجزاء الداخلية دي، كل قسم نكتب عليه اسمه. يعني ممكن نعمل لحوم لوحدها، صوصات لوحدها، سلطات لوحدها، حلويات لوحدها. ممكن تجمعي اكتر من كده، يعني اكتر من نوع في نفس السكشن. يعني يبقى اللحوم والفراخ مع بعض، صواني وخضروات مع بعض، تجمعي الصوصات والسلطات مع بعض وتسيبي صواني لوحدها، كل واحدة حسب اكلاتها. انا مثلا مش بطبخ لحوم حمرا كتير، هيبقى عندي اللحوم والاسماك والفراخ كلهم تحت وان سكشن اسمه مين ديش او الطبق الرئيسي. الاسماك عندي وصفات مكررة، يعني هما 3-4 وحدات، مش هكتر عنهم، فمش هعمل لهم سكشن على بعض. هوفر سكشن من دولت للباستا، بطبخ مثلا مكرونات كتير، هيبقى كل واحدة حسب اللي هي بتحب تطبخه. النوت بوك اللي انا لقيته متوافر في الاسواق حوالي 192 ورقة، يعني المفروض هيكفي حوالي 380 وصفة. وانا اللي فاكراه دايما او بعمله على طول، مش لازم اكتبه. يعني مش هكتب الرز مثلا عشان ما اضطرش ان هو يخلص واشتري واحد تاني ويبقى عندي بدل الكتاب 2 والدنيا تتزحم عندي. دلوقتي تالت خطوة ان انا ادخل الوصفات للكتاب. غالبا ما هتكون كل وصفة مستقلة في صفحة خاصة، واحاول ان هي ما تزيدش عن صفحة. لو عندك صورة للوصفة ممكن تحطيها على جنب الصفحة، او تحطي صورة عمايل ايديكي بعد ما تخلصيها، هيبقى شكله more personalized، هيبقى بتاعك اكتر. وهتعملي قاعدة او طريقة ثابتة لمكان الكتابة، يعني زي الصفحة اللي احنا شايفينها قدامنا، المكونات او الانجريدينتس على الشمال، جنبها الصورة وتحت الطريقة، ما يزيدش عن كده، وتبقى الطريقة دي او التقسيمة دي ثابتة في كل الصفحات. طيب لو انت مش حابة تكتبي، هتحلي المشكلة ازاي؟ ببساطة جدا، بدل ما تشتري النوت بوك وانت تكتبي فيه، تجيبي لوز ليف او اللي هو 2 هولز بايندر زي اللي احنا شايفينه قدامنا ده، وفايلات بلاستيك سيبريتورز، وتقسميه التقسيمه اللي انت عايزاها زي اللي احنا شايفينه قدامنا، نفس التقسيمه اللي اتكلمنا عليها. وتحطي كل وصفه بعد كده تجيبيها او تطبعيها من على النت او تكتبيها بايدك، تخرميها وتحطيها في السكشن بتاعها جوه اللوز ليف او البايندر ده. بالطريقه دي هتحفظيها وهتبقى هتديكي نفس النتيجه، والفايل يبقى متنظم وكل حاجه. في حاله استخدام البايندر هيفيدنا قوي لو حطينا زودنا ورقتين للتحويلات، درجات الحرارة من فهرنهايت لسيليزيوس يساوي كام، او في الاوزان والمقاييس، الكوباية تساوي ايه والجرام يساوي ايه، او ورقة ترجمة لاسماء بعض التوابل والاعشاب اللي ممكن نلاقيها في وصفات خارجية. طبعا بالنسبة للتزيين مش هتتوصوا اكيد، ممكن تستخدموا ستيكرات خاصة بيكم او ستارز على الاكلات المفضلة، وممكن طبعا وده اكيد تكتبي اسمك عليه من بره او تطبعيه داخل ستيكر جميل بتشيليه في الكفر بتاع اللوز ليف، او تعمليه ستيكر وتحطيه على كتابك اللي انت هتكتبي فيه. هيفيدك جدا على قدر تنظيمه وانت بتحضري منه كل اكلاتك، وهتقضي وقت جميل جدا وانت بتعمليه زي السكراب بوكينج والحاجات دي. وممكن برضو تعملي الاكلات الاطفال صفحة خاصة باستيكرات معينة وتشاركيهم فيها، هتقضي وقت ممتع اكيد. يا رب تكون عجبتكم الفكرة وتنفذوها، وبقولولي وبعتولي على صفحة هوم مانجمنت 101 ساعدتكم ولا لأ. الى اللقاء في نصائح جديدة وكورسات قادمة ان شاء الله. شيرين عز الدين، هوم مانجمنت كوتش.